لو جاك رجل وأراد أن يتزوج بنت رضيعة عمرها عام أو عامين، تقبل بهذا الزواج؟ هذا عقد صحيح، لأنه لا يوجد شيء يحرمه. زوجها أصبح زوجها، إذا مات ترثه. يستطيع أن يتزوج من رضيعة، هذا ما قلته دكتور أحمد. وفي فتوى حدود الاستمتاع بالزوجة الصغيرة، أفتى فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الفقي بما يلي: وله أن يباشرها ويضمها ويقبلها وينزل بين فخذيها. فدل هذا على زواج الصغيرة أنه صحيح. مجموعة الفتاوى الشرعية الصادرة عن قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية لوزارة الأوقاف الكويتية، الجزء 19 صفحة 282، تحت عنوان الاستمتاع بالزوجة الصغيرة الرضيعة. عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد أحمد ونصه: هل يصح عقد الزواج على الرضيعة ويجوز التمتع بها بالتقبيل وغيره سوى الجماع بما لا يضرها؟ أجابت اللجنة بما يلي: إذا كان العقد مستوفيا لشروطه الشرعية فإنها تصبح به زوجته من كل الوجوه، ويحل له منها النظر إليها ولمسها وتقبيلها، ولا يحل له جماعها حتى تطيقه من غير ضرر، فإذا أطاقته حل له منها ذلك أيضا. شرح صحيح البخاري الجزء 11. يقول ابن حجر في صفحة 25: وقال ابن بطال: يجوز تزويج الصغيرة بالكبير إجماعا ولو كانت في المهد. يعني كلام صحيح البخاري. كم سنة يعني؟ 10 سنين، 9 سنين، 8 سنين؟ هات لي حد يقول لي اتحدد سن بيوم، بسنة، ب10، ب15، ب20. انت على كده بقى، انت ممكن وهي لسه طفلة بقى شهر او شهرين بقى، ان شاء الله حتى يوم، ان شاء الله يوم. عندها يوم، ما هو ده كلامك، انا بقول لك من كلام، عندها يوم تتزوج. ليس له سن معينة في إجراء العقد. يعقد على، حتى يمكن أن يعقد على فتاة عمرها سنة زمان. للنووي في الجزء 3 في صفحة 577، باب جواز تزويج الأب البكر الصغيرة. فقال أحمد وأبو عبيد: تجبر على ذلك بنت 9 سنين دون غيرها. وقال مالك، حطوا تحت العبارة هذه خط، وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة: حد ذلك أن تطيق الجماع، ويختلف ذلك باختلافهن، ولا يضبط بسن، وهذا هو الصحيح. هذه شنو شواذ عندك؟ ما يضبط بسن، يعني إذا كانت تطيق الجماع عمرها سنة، سنتين، 5 أشهر، 10 أشهر، فعليه يجوز العقد على الصغيرة. في كتاب بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية دار الكتاب العربي، روي عن أحمد بن حنبل: في رجل خاف أن تنشق مثانته من الشبق، يعني الشهوة، وعندي أنه يستخرجه بما لا يفسد صوم غيره كاستمنائه بيده، فإن كان له أما طفلة أو صغيرة استمنى بيدها، يعمل إيه؟ يستمني بيد طفلة صغيرة عمرها 2 أو 3. أنا أكفر بهذا.